هقول لكم على طريقه تخلي البراونيز اسفنجي. السلام عليكم، اهلا بكم في قناه سمبوسه وبسبوسه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيج براونيز. اول حاجه هنجيب 4 بيضات درجه حراره المطبخ، ونحط عليهم كيسين فانيليا بمقام معلقه صغيره فانيليا اللي حطينا اهوت، ونضربها بالمضرب كويس جدا لغايه ما اللون يفتح. تاني حاجه كوبايه وربع سكر ابيض، وهنضرب برضو بالمضرب كويس جدا لغايه ما السكر يدوب مع البيض. بعد كده هنحط كوبايه الا ربع زبده سايحه، ودي التركايه ان احنا نضرب كل المقادير بالمضرب كويس جدا، ودي اللي هتخلي الكيك اسفنجي. بعد كده هنحط كوبايه دقيق، تلت كوبايه كاكاو خام، وبيكنج باودر معلقه صغيره، ورشه ملح، وهنضرب تاني بالمضرب. نضرب كويس، وبعد كده هنجيب الاسباتولا ونعمل من الجوانب كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، ونضرب تاني بالمضرب. نحط نص كوبايه شوكولاته شيبسي، ودي اختياري بس دي هتخلي طعم الكيكه حلوه قوي. ونقلب كويس بالسباتولا. بعد كده هنجيب صينيه ونحطها فيها، ونكون الصينيه عاملينها يعني مسحينها بزبده سايحه علشان الكيكه ما تلزقش. هنحط الخليط كله ونسويه في الصينيه. بنكون مسخنين الفرن الاول، وهندخل الصينيه على 180 درجه لمده من 10 دقايق لربع ساعه وحسب اختلاف كل فرن. وكده بعد ما خرجت من الفرن، بعد كده هنقطعها. وانا عملت الطريقه دي جميله جدا غير المعتاده، بس هتعجبكم ان شاء الله. اسفنجيه وجميله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنيه رايكم في التعليقات. مع السلامه.